السلام عليكم. معاكم ميرفت امين من قناة ميرفت في المطبخ. النهاردة اخترت لكم وصفة سهلة جدا جدا، هتخليكي ما توقفيش كتير في المطبخ، هتوفر عليكي الوقفة الطويلة في الحر ده، وفي نفس الوقت تنفع كمان للناس اللي عاملة دايت، سواء كان دايت معدوم الكربوهيدرات او دايت قليل الكربوهيدرات. زي مثلا معدوم الكربوهيدرات زي الكيتوجينيك دايت، ممكن يستخرج بس البطاطس من الوصفة، هتبقى وصفة رائعة بالنسبة له. والناس اللي هي عامله لو كارب اللي هو الكربوهيدرات قليله، دي وصفه رائعه بالنسبه له. في اخر الفيديو هوريكي طبق فيه 500 سعر حراري، وطبق كبير جدا وعظيم يعني. طبعا البطاطس والخضار كله طالع، زي ما حضرتك شايفه، محافظ على قوامه وطعمه تحفه. الفراخ دايبه دوب، الفراخ مشويه ريحتها تجنن قلب ريحه البيت. هنشوف دلوقتي الخضار اللي معانا. الخضار المتاح عندك طبعا تقدري تضيفيه. انا المتاح عندي 4 حبات من الكوسه، حبتين من الجزر، حبايه كبيره من البطاطس، 2 بصله كبار، و5 حبات صغيرين من الطماطم، 4 حبات من الثوم، ومعلقتين كبار من الصلصه البيتي. انا استخدمت في الوصفه دي اوراق الدجاج. لو انت حابه تحطي صدور او اي حاجه، اجنحه، اي حاجه زي ما تحبي. هنشوف دلوقتي اول حاجه هعملها. هبدا اقطع الخضار بتاعي ده تقطيعه معينه كده، زي ما حضرتك شايفه كده، بتطلع تحفه وبتطلع محافظه على قوامها. هناخد دلوقتي معلقتين الصلصه، هنحطهم على التوابل اللي عندي. توابل هقولها لك كده، وهكتب لك مقاديرها بالظبط في صندوق الوصف. معايا بابريكا وكاري وقرفه وجوز الطيب وحبهان وكوبيبه صيني اللي هي الحبه الحلوه، فلفل اسود وملح وورق لوري. هكتب لك المقادير بتاعتها بالظبط في صندوق الوصف. الناس اللي عندها مشكله في المعده ممكن تقلل. طبعا معلقتين زيت زيتون، ودي كل الدهون اللي معايا في الوصفه، ومعلقتين من دبس الرمان، ومعلقتين الصلصه البيتي اللي قلت لحضرتك عليهم. هجيب دلوقتي بوله وهنزل فيها كل التوابل دي مع بعضها، والزيت ودبس الرمان والصلصه. هنزل كل المقادير ديت، وهبدا بعد كده اقلبهم مع بعض تقليبه كويسه، وهقسم التوابل ديت او التتبيله ديت على بعضها، على الخضار وعلى الفراخ. يعني هتبل الفراخ بنصها والخضار بالنص التاني، بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. بعد كده هجيب بولة عميقة وهنزل فيها الفراخ بتاعتي بعد ما اكون نغستها بالشكل ده، علشان خاطر تشرب التتبيلة بتاعتي بسرعة شوية. هنزل دلوقتي الفراخ بتاعتي وهنزل عليها نص التتبيلة، وهسيبها مع بعضها كده حوالي نص ساعة، بالكتير قوي نص ساعة. وهيطلع معاكي طعم الفراخ مشوية كأن انت مبيتاها من امبارح في التلاجة في التتبيلة. هاخد الخضار بتاعي في بولة تانية، وهنزله كله، بصل وثوم وطماطم وكل حاجة هنزلها مع بعضها، وهنزل عليهم نص التتبيلة التاني، وهديهم تقليبة محترمة، بحيث كل حباية من الخضار تتغلف بالتتبيلة دي. بيطلع طعم الخضار ملوش حل، طعم الخضار بيبقى احلى من طعم الفراخ نفسها. هجيب دلوقتي الصينيه بتاعتي بعد ما تبلتهم وسبتهم كل حبه فيهم في تتبيله نص ساعه. هجيب الصينيه وهبدا افرد فيها الخضار كله بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. طبعا الوصفه ديت حلوه جدا جدا لكل الاحوال، يعني حلوه علشان خاطر كمان انتي بتوفري وقفتك في المطبخ، وحلوه لانها صحيه جدا جدا. انا عملت معاها برام معمر او رز مدسوس زي ما بتسموه عندكم. رصيت الفراخ بالشكل ده، وهبدا احط عليها شويه شوربه صغيرين. طبعا مش هحط الكميه دي كلها، هحط حاجه بسيطه، لان انا ببقى معليه الفرن اول الوقت 10 دقايق بيبقى عالي جدا، فلازم ابقى مطمنه على السوائل الموجوده. بس هو دول الحبه اللي حطيتهم. بعد كده هغطيهم بورقه من الزبده، وبعدين فوق الورقه بتاعه الزبده هحط ورقه من الفويل. طبعا درجه الحراره بتبقى 200، وبعد كده بعد 10 دقايق بنزلها ل180، وبسيبها ساعه وربع بالظبط. بعد ساعة وربع خرجت، طبعا قبل الساعة وربع كمان، بعد ساعة و5 دقايق. عريتها 10 دقايق، اخدت وش بالشكل الجميل ده. ريحتها قلب البيت، حاجة تحفة والله العظيم يا جماعة، جربوها ومش هتندموا. هطلع لك دلوقتي قطع منها. الفراخ والله فعلا فعلا دايبة وجوسي جدا، طرية من جوه وحلوة قوي قوي قوي. وكمان احلى حاجة ان الخضار محافظ على قوامه، مش مهري، مفيهوش اي حاجة.
جميل جدا ورائع اكتر من روعة. هوريكي كمان في اخر الفيديو الطبق بيحتوي على 500 سعر حراري، والطبق مليان يعني في حوالي 8 معالق من الرز. انت طبعا ممكن يعني تقللي طبعا الرز ده بكتير. في ناس ما بتاكلش الرز اصلا علشان خاطر موقفه زي ما قلت لحضرتك الكربوهيدرات، وممكن برضو تطلع البطاطس من الوصفه. الوصفه حلوه جدا جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وجربوها، واكتبوا لي في الكومنتات رايكم فيها ايه. بصوا حبايبي الفراخ قد ايه دايبه دايبه دايبه. وادي الطبق اللي قلت لحضراتكم عليه، وان شاء الله في وصفات جديده، وباذن الله في وصفات للدايت كمان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.